اوعى تطلب بطانية أو مخدة من المضيفة وانت مسافر على الطيارة، لأن دول أكتر حاجتين بيلموا بكتيريا وجراثيم، وكمان ما بنبقاش عارفين كام واحد قبلنا استخدمهم. هتقولي أكيد بيغسلوهم، هرد عليك وأقولك أكيد، بس انت وحظك. ممكن تكون البطانية والكفر بتاع المخدة بيتغسلوا، بس المخدة نفسها بقى يا ترى بيعملوا فيها ايه؟ وفي مضيفين شغالين في شركات مختلفة بيقولوا إن البطاطين والمخدات المغسولة بتجيلهم مغسولة مرة واحدة بس في اليوم، وده بيكون على أول رحلة الصبح، وبعد كده بيلموها من الناس ويطبقوها ويدوها للناس اللي في الرحلة اللي بعديها. من الآخر لو ادوها لك وهي في الكيس بتاعها يبقى معناها إن أنت أول واحد تستخدمها، لو من غير كيس يبقى أكيد في حد استعملها قبلك. بالنسبة بقى للفيرست كلاس والبيزنس كلاس فدايما بيجي لهم كل حاجة في الكيس بتاعها ونضيفة، والكلام ده بيختلف طبعا من شركة لشركة. فنصيحتي ليك خد الجاكيت بتاعك والمخدة بتاعتك وريح دماغك. فلو انت من النوع اللي بيبرد يبقى